عارفة القصة بتاعت الفيل الصغنن اللي كان مربوط بسلسلة حديد مقيدة حركته، وقعد يقاومها كتير ويعافر عشان يفك السلسلة دي من رجله لحد ما يأس من كل محاولاته وبطل يجرب. ولما كبر ربطوه بحبل بسيط، لو شده شدة صغيرة هيتفك، بس هو اتبرمج على ان البتاعة اللي ماسكة رجله دي فولاذية وملهاش حل. احنا بقى حصل معانا زي الفيل ده بالظبط، في مواقف اتعرضنا لها واحنا صغيرين وربطتنا بسلسلة، وحتى بعد ما كبرنا وبقينا أقوى من السلسلة دي لسه مش بنحب نقرب منها، ومفكرين إننا مش هنعرف نقاومها أو هنتغلب عليها. جيتي مثلا في مرة قلتي رأيك في موضوع فالكل ضحك عليكي واتريقوا، فخلاص كده مخك اللي بيحاول يحميكي من أي خطر ربطك بسلسلة إنك لو قلتي رأيك في أي حاجة هتطلع عبيطة، رغم انك خلاص كبرتي وبقى عندك افكار وحلول مفيدة، بس لسه عقلك خايف انك تتعرضي للموقف ده تاني.